السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورس الانجليش اللي بتروح تحضره في السنتر مدة المحاضرة حوالي 2.5 3 ساعات. الكورس الاونلاين سواء الجرافيك البرمجة، الحاجات اللي مهمة جدا في مستقبلك اللي بتوصل ل 20 و30 محاضرة. المحاضرة بتبقى حوالي نص ساعة وبنقعد قدام اللاب بكل تركيز وبدون اي تشتت، نقعد مركزين في الكورس عشان خاطر كل الحاجات دي مهمة لمستقبلنا، وهي فعلا مهمة. لكن الكورسات اللي هنبدأها دلوقتي مش بس مهمة لدنيتك، دي مهمة جدا جدا عشان تنقذ بيها آخرتك. أول كورس هو كورس الوضوء، والكورس التاني هو كورس الصلاة. قال بس ما تقفل، أقسم بالله نسبة كبيرة جدا من المسلمين حوالين العالم مش بس في مصر مش بيعرفوا يتوضوا صح ومش بيعرفوا يصلوا صح. وصحة الوضوء هو شرط صحة الصلاة، فلو انت عندك مشكلة في الوضوء فانت الصلاة بتاعتك مش صحيحة. فأول حاجة هنبدأ فيها كورس 10 دقايق. لو سمحت سيب اللاب، سيب السكرول داون اللي بتعمله على الفيسبوك، سيب أي حاجة واقعد ركز أو اعمل سيف للفيديو ده، بس حدد وقت هتشوفه فيه. ما تعملش سيف يروح في الوبا مع اخواته، لا، حدد وقت هتشوف فيه الفيديو دوت. 10 دقايق تقعد بتركيز تتعلم فيهم الوضوء صح في 10 دقايق. بعد كده كورس الصلاة، ازاي تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قعدت ادور على حد جامد جدا يشرح لنا بقى الكورس دوت، فما لقيتش غير الشيخ علي، فيلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتكم خارج عن السياق. طبعا كلنا عارفين طريقة البيتزا والعجينة بتاعت البيتزا، بس احنا النهاردة هنبعد عن بطننا شوية. كفاية اكل وشرب خلاص، الناس جالها تخمة من كتر الاكل والشرب. تعالى بقى نروح لفين؟ لغذاء الروح. هنتعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ليه هنتكلم عن الوضوء؟ لان ده ما لا يسع المسلم جهله، يجب على كل مسلم ان هو يتعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. فإذا صحت الطهارة وصح الوضوء صحت الصلاة. وإذا كان هناك خلل في الوضوء لا محالة يكون في خلل فين؟ في الصلاة. وللأسف الواحد بيرى كثير من الشباب عمر 15 و17 و20 سنة، بل في ناس كبيرة وما زال يتوضأ خلافا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يكون وضوءه ده باطل، فحينئذ تكون الصلاة إيه؟ باطلة. فإحنا النهاردة بإذن الله نتكلم عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفيديو دوت يجب عليك إن أنت تتعلمه وتعلمه لزوجتك ولأولادك وتشيره وتنشره ما بين الناس حتى يكون لك الأجر. ليه بقى حضرتك؟ لأن زي ما قلنا ما لا يسع المسلم جهله، أمر مهم جدا في دينك إن أنت تتعلمه. مين اللي علمنا وضوء النبي؟ سيدنا عثمان، كما عند البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان بن عفان قال أنه رأى عثمان يتوضأ أو دعا عثمان بوضوء اللي هي المية، فتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاث. يعني إيه أكفأ؟ يعني ما حطش إيده جوه الإناء ابتداء، يعني خد من المية كده بحاجة أو ميل الإناء وبسم الله. طبعا لازم نعقد النية في البداية، عقد النية إن أنا بتوضأ لاستباحة الصلاة، واقول بسم الله في بدايه الوضوء. طب ينفع اقول بسم الله جوه الحمام؟ نعم يجوز، لانك انت بتقولها بالراحه في سرك، مش لازم تجهر بيها. فهتقول بسم الله وهتعمل كده اهوت. ادي الغسله الاولى مع تخليل الاصابع سنه مره، والثانيه والثالثه. طب ليه يا عم الشيخ احنا بنغسل ايدينا 3 مرات قبل ما نحطها جوه الاناء؟ عشان حضرتك لو انت صاحي من النوم ايدك لو فيها قذورات او فيها شيء من النجاسه ما ينفعش تضر بيها الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه 3 فانه لا يعلم اين باتت يداه، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. في روايه ب3 غرفات. يعني ايه 3 غرفات يا عم الشيخ؟ يعني هي الغرفه الواحده كده خلاص ينفع احط بقى ايدي في الميه عشان خلاص غسلتها اول 3 مرات، اجيب كده الاثنين مع بعض. طب انا هشرب واموت فيها يا عم الشيخ، خلاص يبقى يجوز تجيب 3 هنا و3 هنا، استنشاق مضمضه واستنشاق واستنثار. من الخطا اللي بيقع فيه الناس ان هو ممكن يتمضمض كده كده، لا، لازم ان الميه تدور في الفم، لازم الميه تدور في الفم ده. والاستنشاق يستنشق ثم يستنثر ثم يستنثر ثم يستنثر. يبقى 3 مرات مضمضه و3 مرات
استنشاق مع استنثار، والاصل ان انا اجيب الاثنين مع بعض زي ما تعلمنا. يبقى هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طب المضمضه والاستنشاق يا عم الشيخ هو امر واجب ولا امر مستحب؟ خلاف بين اهل العلم، جمهور اهل العلم قالوا ان هو مستحب، والحنابلة بيقولوا ان هو واجب، والقول الراجح ان هو واجب لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ ان هو ترك المضمضه او الاستنشاق والاستنثار في وضوء منه. ثم غسل الوجه. طب غسل الوجه بيكون منين؟ اولا الوجه له طول وعرض. الطول من اول منبت الشعر هنا لغايه اسفل الذقن، ومن شحمه الاذن لشحمه الاذن. ازاي؟ انا خدت اهو 3 غرف، ادي غرفه اهيت، بروح طالع كده على وجهي، ايدي بتدور مع تخليل اللحيه لو انت عندك لحيه، ولو انت صاحي من النوم اللي هو مكان الايه؟ العماص او ما شابه ذلك، يبقى انا جبت ايه؟ وجهي كله. في ناس يعمل وجهه كده، ما هو ما جابش الاطراف، فدي مشكله كبرى، ينقض بها الايه؟ ينقض بها الوضوء. يبقى دي ادي واحده، ادي الثانيه اهي، ادي الثالثه اهي. ليك لحيه بقى، تاخد كف كده في الاخر وتحطه تحت ايه؟ تحت لحيتك. ده لو لحيتك خفيفه، لحيتك كثيفه يبقى خلاص هم 3 وتخلل اللحيه معاها. وده كده ده الوجه، ده الوجه. طب الايد بقى، بعض الناس وهو بيتوضا تظن ان هو طالما غسل ايده في بدايه الامر يبقى كده خلاص يغسل ايده من اول الرسغ اللي هي العظمه ديت لغايه الايه؟ لغايه المرفق. فاحنا عاوزين نقول لك لا، غسل الايد في البدايه ده امر مباح، لكن غسل الايد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل وجهه 3 غسل يديه الى المرفقين 3. ازاي الى المرفقين؟ لو انا تحت الحنفيه بغسل ايدي من اطراف الاصابع كده مع التخليل لغايه تحت، يا اما بقلب ايدي كده بنزل برضك لغايه الاطراف. طب باخد من ميه زي كده، برفع كده ايدي اهي ادي واحد. بص شايف ايدي جايبها منين لفين؟ من تحت خالص اهو، من اطراف الاصابع، عشان لو انت غسلت ايدك من اول هنا لغايه فوق كده الوضوء منتقد. ليه الوضوء منتقد؟ لاني ما غسلتش كف ايدي، لاني غسل يديه ادي بدايه اليد الى مرفقيه 3. ادي 1 ادي 2 مع الدلك عشان تتمكن من وصول الماء ايه؟ للعضو كامل. 2 ادي 3. ينفع اتوضى مره او مرتين و3، لكن لازما ان انا اكون متاكد ان العضو اتملى ايه؟ ميه، والميه جرت على العضو كله. فلو مره واحده تكفي، او مرتين او 3، والنبي توضأ مره ومرتين و3. هنخش بقى على الراس. فمسح براسه. الباء هنا اللي جت في الايه واللي جت لي في الحديث تسمى الباء للمصاحبه. يعني ايه للمصاحبه يا عم الشيخ؟ يعني امسح راسي كلها. يا عم الشيخ ده في علماء بيقولوا جزء من الراس ايه؟ يكفي. اقول لك ان العلماء اتفقوا، بل نقل الاجماع على مسح الراس، يبقى ده اولا. ثم اتفقوا على استحباب مسح الراس كاملا. ثم اختلفوا هل بعض الراس يجزئ ولا ما يجزئش. يبقى خلافهم كان في ايه؟ خلافهم كان ان هو يجوز او لا يجوز. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك علماء اللغه ذات نفسهم قالوا ان كلمه الباء للتبعيض فيها خلاف بين اهل اللغه. في منهم بيقول ان في باء للتبعيض، وفي من علماء اللغه بيقول لك ان مفيش اصلا حاجه اسمها تبعيض. فين؟ تبعيض في اللغه. طب خلينا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح براسه في حديث عثمان، وفي الحديث الاخر الذي عند البخاري ومسلم بدأ بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم رده مره اخرى. ازاي يا عم الشيخ؟ ان انا هبل ايدي كده اهوت وهبدا كده ارجع لورا خالص، واروح راجع تاني بايه؟ بشعري مره تانيه، واللي يتبقى همسح ايه؟ الاذن بتاعتي. طب حضرتك انت خايف ان شعرك يبوظ لما تجيبه لورا والقدام، امسح شعرك كله. يعني تبل ايدك كده وتجيب شعرك كله لورا. طب انت شعرك على جنب، اعمل كده وشعرك كده. شعرك عامله موقفولي كده مزمبليه، خلاص اعمل شعرك كده واعمل ايه؟ الجناب كده. ما تبوظش القصه بتاعتك، بس ايدك تمشي على ايه؟ على شعرك كله، واللي يتبقى تمسح بيه الايه؟ الاذن. الامام ابن القيم بيقول كلمه جميله جدا، بيقول ولم يثبت عن النبي البتة انه مسح بعض راسه. ده ما وردش عن النبي، لكن مساله فيها خلاف ومش هنختلف مع بعض في المسائل اللي فيها خلاف. لكن خير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هنيجي بقى عند الرجل. طبعا انا لابس شراب،
يجوز المسح؟ نعم يجوز المسح على الشراب لو انت لابسه على وضوء، وهنتكلم في فيديو في مسألة المسح على الجورب ومسألة الخلاف في جميع العلم. هنقلع بقى الشراب دلوقتي اهوت وهنغسل رجلينا. لازم تشمر رجلك كويس. في ناس بتجري رجليها تحت الميه كده، ما ينفعش. لا حضرتك هتاخد كده لو انت بحنفيه او دوت، هتخلل الاصابع كويس جدا وشايف لغايه الكعب. ايه هو الكعب؟ العظمه النائيه. وخلي بالك من العقب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. ادي غسله، ادي الثانيه، ادي الثالثه. لازم رجلك. ولو انت تعرف ترفع الغره شويه ارفعها. كان سيدنا ابو هريره يرفع شويه، لاننا سندعى يوم القيامه غرا محجلين من اثار الايه؟ من اثار الوضوء. لازم التخليل وايه مع التدليك زي ما قلنا. نخش على الرجل الثانيه، خللت الاصابع كده بالراحه تطلع فوق كده لغايه كعب الرجل، هي العظمه النائيه. ادي 1، ادي 2، ادي 3. تمشي رجلك كلها كده عشان الميه تغمر ايه؟ ده. هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخرج ويقول غفرانك، او لو انت بتتوضا خارج بتاع فتقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تفتح لك ابواب الجنه الثمانيه. تدعو بما ايه؟ تدعو بما شئت. هناك دعاء حسنه الشيخ الالباني انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه إلى السماء أو كان يدعو يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري ووسع لي في رزقي. كل ذلك ورد وجاء، حسنه بعض أهل العلم. أما الثابت هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي توضأه عثمان لنا. أدعو الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن أنت تنشر الفيديو وتعلمه لزوجتك زي ما قلنا ولأولادك، وأدعو الله أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من أمور ديننا. السلام عليكم.